بتعمل ايه يا ماما؟ حذر فذر بعمل ايه؟ بتقطعي فلفل. ايوه اقول لك انا بعمل ايه؟ ايه؟ انا هديك المعطيات وانت برهن وعلل بنعمله ايه؟ ماشي؟ ماشي. فلفل وكمون وتوم وخل وليمون وعسل اسمر. فلفل، توم، ليمون، توابل، كمون، عسل اسمر. يبقى هنعمله ايه؟ معرفش والله. منك هنعمله ايه؟ فكر كده. فكر. مربى جزر. مربى فلفل وكمون وتوم وليمون وخل. هنعمله مربى. ده مربى يا معلمي. منك ايه؟ ها؟ منك ايه؟ مربى لف. مربى لف. طب انتوا بقى قولوا لنا منكم هنعملوا ايه؟ بس انا هغششكم في اخر الفيديو. تعالوا معايا. هنجيب الاول قيمه ربع كيلو فلفل، هنقطعه جليان كده ولا حلقات ولا اي حاجه، وهنجيبوا معلقتين توم مجمدين زي اللي انا مفرزاهم ونحطهم في الحل مع معلقه سمنه يا عيال. ماشي؟ هي اكله بسيطه وكل الناس بتحبها. معلقه سمنه حطها على النار، على النار، سيبوها مع نفسها طش طشطيش، وتعالوا نكملوا تقطيع الفلفل. الاكله دي بيحبها الكبار والصغار والتخان والرفاع. هقطع الفلفل سريعا مريعا وارجع لكم. التوم هنقلب توم اهو. خرطنا الفلفل. ماشي. انا في دماغي انت بتعملي ايه بس مش فاكرها. فكريني بقى. الحركه دي جميله بصراحه. بتريح الاعصاب. لا بتفرق في طعم الحاجه بجد. طش. هي اكله ما بتتغسلش، فالخل بيعوض قله الغسيل ثم بيقضي على الزفاره. هنمزج الخل بالدقه دي اللي احنا عملناها التقليه، وهنبتدي نحط الكبده. كبده. والله كنت عارف. هي بتطلع بخار ليه يا ماما؟ بس هي في الجنه يا ابني، ما لازم تطلع بخار. هي في الجنه ما هي في النار. تعالوا بقى نقلب الكبده على بعضها. بتستوي على طول يا ماما. ما بتاخرش، بمجرد ما تغير لون هننزل عليها بالاضافات. هسيبها ايه اهو عليها النار. بمجرد ما تغير لون هننزل عليها بالاضافات. كان عندنا بقى شويه رز بيتين من امبارح مش هنرميهم، نولع عليهم هما كمان يسخنوا. هو الكبده عموما بتتاكل باي حاجه، بس احنا ماشيين بمبدا ايه؟ وجع البطن ولا كب الطبيخ. والزمن ده زمن غلا، ما ينفعش ان احنا ايه نرمي فيه حاجه. لو عندي طير ما كانش صعب عليا، بس انا ما عنديش طير. هنحط بقى المرقه. وما تقوليش دي كبده بقى ما تحطيش عليها مرقه. انا بحب المرقه وبتعامل معاها لانها ملح وتوابل. ما بقولش بقى لا مرقه دجاج ولا مش مرقه دجاج، هي ملح وتوابل بيخلي طعم الاكل حلو. نزلنا بالليمون اهو. احنا حاطين خل اصلا هيغني عن الليمون ويقضي على ريحه الزفاره، ثم بيعمل طشه للكبده كده جميل وبيديها سنس كده في الاكل طعمه حلو. اهي اول ما تبتدي تغير لون هنزل عليها بالاضافات. قبل ما احط الاضافات بنتي بتحبش الفلفل وبخاف يكون حار، غرفت لها معلقتين لوحدها. وهننزل بالاضافات معاكم اهو. وعايزه اوريكم تركه جميله. وما تقولوش الفلفل كتير، الفلفل كتير قليل بقى عشان تكفي، عشان الكبده تكفي. اوريكم التركه اللي بتخلي الكبده جوسي وطعمها جميل.
والصوص بتاعها بيبقى طعمه حكايه. هو المفروض نحط عسل ابيض بس انا ما عنديش عسل ابيض. ولا تقولي لي دبس رمان ولا دبس تفاح، ماله العسل الاصفر؟ بيخليها جميله وبيخليها مكرمله وخلي لونها حلو ويديها مذاق جميل. وانتوا عارفين بمجرد الكبده ما بتاخد لون بطفي عليها، ما بسويهاش كتير. كتر التسويه فيها، هي اصلا عباره عن كتل دمويه، كتر التسويه فيها بيضيع مذاقها. لما بتستوي جامد بتحس انك بتاكل حاجه مشغله. يلا بألف هنا وشفا للي هياكل، وهي تنفع اكله خفيفه في السحور وجميله وطعمها حلو والعيال بتحبها. في فينو هياكلوها، برز هياكلوها، وكل سنه وانتم طيبين. الاكل يا ابله. حاضر يا سيدي، انا جايه اهو. يا سيدي انا ايه من ساعة اللحمة ما غليت ما بنعملوش سيدي انا. ايه يا ترى سرقاه ولا جايباه منين؟ على طول ظالمني. احنا تبنا خلاص يا سيدو. انا يلا يا اخويا سيدو، انا سيدو. انا اقدر ازعلك حبيبي، ده انت نور عينيا. اها يا لهوي، نسيت اجيب طبق اغرف فيه الرز. رز سمي منك، انا عامله لك ايه؟ سم لا مربي كليفت يا اخويا. خد يلا اتفضلوا معانا.